السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع فقرة جديدة من برنامجنا كلنا بعض. في هذا الشهر الكريم نقول لكم شكرا لكل من قدم وشكرا لكل من ساعد. فهذا البرنامج عن تقارب وتلاحم وتكاتف بيننا البين، بين غني وفقير، بين أخ وأخوه. والله إن الناس والله تجمع بعضهم أعينهم أن ما تعطيه شيء لله. وجزاء كل من شارك جزاهم الله خير الجزاء. هو الفريق الذي يشتغل على هذا البرنامج، وكل من يساعد ويقدم لوجه الله في هذا الشهر شكرا لكم وجزاكم الله خير. وفقرة جديدة مع يوم جديد مع أبو جراح ومحمد الحبيشي. السلام عليكم ورحمة الله. التقينا اليوم بهذا الأخ الطيب. كل عام وأنت بخير وشهر كريم. علينا وعليكم. عرفني عن اسمك. عارف مهدار علوي. ها؟ عارف مهدار علوي. عارف مهدار علوي علي. علوي علي. كيف حالك أخي عارف؟ الحمد لله. إن شاء الله طيب. كيف أمورك؟ الحمد لله. كلمنا عن أيامك، كلمنا عن رمضان. تمام. كيف شفت أحوال الناس؟ كيف الناس استقبلوا رمضان؟ استقبل إن شاء الله ناس طيب إن شاء الله بإذن الله. كيف وضعك أنت؟ يعني أنت كنت عسكري قالوا زمان صح؟ ايوه عسكري. ولا متقاعد الآن؟ كم تستلم؟ 30,000. 30؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كم خدمك؟ خدمنا 30 سنة. ما يعادل 30 سنة. ما يعادل 30 سنة خدم، والآن راتبه تقاعدي هو عبارة عن 30,000 ومع أسرة. يعني تخيلوا، يعني وخاصة بهذا الوضع 30,000 ما عاد تجيب شيء. تخيلوا إنسان خدم الدولة 30 سنة 40 سنة بالأخير راتب على 20,000 يمني، 30,000 متقاعد ومعه أسرة. يعني رجع يكدح عليها من جديد. الآن أنت رجعت تشتغل من جديد، تدعم من جديد صح؟ عشان مصاريف الأسرة. لا إله إلا الله. كل عام وأنت بخير. كيف كان الوضع أول وكيف الوضع الآن؟ كان تمام أول. يتكلم بعد. في اختلاف. إيش الاختلاف؟ ارفع صوتك. الوضعية يعني هو يقول الغصب إنه كان زمان كان المواد رخيصة، وصح إن الراتب كان 20,000 25,000، بس كان ال 25,000 كانت تجيب بالغرض. كان بيشتري من الأغراض وبيعيش فيها. ممكن عاد يقتصد منها ويبني. أما على قولته إن هذا الوضع 30,000 ما تجيب لك حتى لو خضرة، ما تجيب لك شيء. يعني صار الحال أسوأ وردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. رسل رسالة إلى القيادة. إيش ترسل رسالة مثلا؟ إيش تطلب منهم؟ بالتحسين المعيشة. تحسين المعيشة، وأن يثابروا وأن يشتغلوا بجد من أجل هذا الوضع. هو يقول رسالة للقيادة أن تشتغلوا بجد وأمانة، وأن تعطوا هذا الشعب حقه. كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. الله يرضى عليك. معي لك هدية بسيطة مقدمة من لا عليه خير. هذا هدية مقدمة من مستوصف الريادة الطبي. مستوصف الريادة الطبية عبارة عن 25,000 ريال. تفضل. ألف مبروك. ومعي لك كمان هدية ثانية، وهي عبارة عن يعني من أبو جمال لبيع الخضروات والفواكه. أبو جمال لبيع الخضروات والفواكه، وهي عبارة عن مشكل خضرة وفواكه إن شاء الله. والسلام عليكم. ألف مبروك. لقد حصل كمان معنا على جائزة مقدمة من أبو رعد لبيع الخضروات والفواكه. هذه هي الجائزة. شكرا لمن قدم ولمن سعى ولمن أعطى مثل هذه الأوجاع الطيبة. شكرا لأبو رعد والغير أبو رعد وكل من يقدم. شكرا لكم. مبروك. كيف تستاهل. الله يحفظك. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أحد الأخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شهر كريم. شهر ربيع، كل رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. الله يعافيكم. عرفنا عن
اسمي علي صالح أحمد محضار. علي صالح أحمد محضار. احمد محضار. كيف الحال؟ كيف حالك؟ انت استاذ غديم صح؟ أنا أستاذ غديم. لا اله الا الله. كيف حالك؟ انت طيب ان شاء الله. في سبعينات ما تكفيني. معك 5 اولاد هذا 6 اولاد. من ايش سنة؟ 9 اولاد. من 4 عيال و5 بنات. ما شاء الله تبارك. ربهم في عزك ان شاء الله. إن شاء الله. كيف حالك؟ انت طيب؟ الحمد انت مريض صح؟ أنا مريض بطغى. الله يشفيك ان شاء الله يا رب. شوفوا هذا احد اخواننا مريض، كان مدرس قديم لكنه الان في حاله نفسيه ومريض، عنده مرض وعنده اولاد 5 اولاد. الحمد لله رب العالمين. كلمنا عن ايامه، كلمنا عن الوضع القديم. الوضع القديم والله زمان. كيف كان زمان؟ كان زمان كل حاجة رخيص. زمان كما الديمقراطية الشعبية كان كل حاجة رخيص. كان كنا نستلم 1000 شلن اشترينا بكل حاجة. والآن نستلم 70,000 اشترينا بها كيس سكر، كيس رز. ومعنا 5 سياح بنبيع منهن. معنا بغلة. معنا بغلة. نشكر الأخوة اللي يدعمون هذا الدعم السخي للفقراء المساكين. انتم تستاهلون اكثر من كذا والله. والله تستاهلون. انت كاحد المدرسين، مدرس اللغه الرياضيه. نشكركم. مدرس اللغه الرياضيه صح؟ رياضيات والفيزياء. والفيزياء. ايوه. ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يديك الصحه والعافيه. والله يرزقك من حيث لا تحتسب ان شاء الله. أنا تعالي انت بتاخذ علاجات انت؟ أنا باخذ علاجات بالشهر 50,000. بالشهر 50,000 على حساب الفقراء، على حساب الفقراء. يعني راتبه 70,000 و9 اطفال ولا زال امه تنتبه عليه. هو احد مدرسين اللغه الرياضيه، واللغه ايش؟ والفيزياء لا زال كان يدرس، والان حالته النفسيه صعبه والعلاج يكلف 50,000. فهذه الناس اللي هي محتاجه والله ان العائله تدمع مثل هذه الناس، ان حد ينظر لهم يساعدهم. الله يديك العافيه. الله يعافيكم. معنا لك جائزه مقدمه من مركز الرياده الطبي. مركز الرياده الطبي وهي عباره عن 25,000. نشكركم. ألف مبروك. نشكركم كثيرا. كل عام وانتم بخير. انت تستاهل. ومعنا لك كمان جائزه ثانيه. معنا لك جائزه ثانيه عباره عن يعني فاعل خير صاحب محل اسمه ابو جمال لبيع الخضروات. يعني عباره عن بطاط وطماط وبصل، هذه خضروات وفواكه مقدمه لك برضه هذا الشهر عشان. حبيبي الله يرضى عليك. ما قدرنا نشتري خضره. حتى الخضره ما قدرت تشتريها ان شاء الله. الخضره موجوده. الفلوس موجوده ان شاء الله. انا حقنات نشتري خضره. والله تستاهل اكثر واكثر واكثر ان شاء الله. انا حقنات نشتري خضره. نشتري خضره ولا ما يحل. لا الله. وانا اخوتي غسامه. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يعيننا على مساعدتكم ان شاء الله. كل عام وانتم بخير. وانت بخير ان شاء الله. تمني الصحه والتعب اليمني تقدم والتعب. ان شاء الله. ان شاء الله ترجع دولتنا الجنوبيه. ان شاء الله. ايش توجه رساله للعاميه؟ نوجه رساله للشباب والاساتذه ان يوعوا تلاميذهم بالانتباه على التعليم وعلى سعاده دولتهم الجنوبيه، هويتهم والهويه الجنوبيه. ان شاء الله نسال صحاب الكويت يدعمونا ويدعمون الاخوه اللي من الجنوبيين في الشط الجنوبي الذي هم وراها مع التحالف لفعل البغاء. سجل عليهم عسكر. انا معي بني عسكر طالب ما سجلوا عسكري بس عدد صغير صف تاسع. عدد صغير صف تاسع. جزاك الله خير ومشكور على ما قدمت لنا يا استاذي الطيب. الله يحفظك. هذه الجائزه المقدمه من ابو جمال لبيع الفواكه والخضروات. شيء بسيط لكنه يستاهل. الف مبروك. هذه كمان الخضروات فوق ال 25,000. شكرا جزيلا. هذه لك. تستاهل اكثر واكثر.